بلند كيرف. طب يا باشمهندس خالد انا ما عنديش كيرف، ده سيرفس. تعالى بس لو نبعد ده. فبالظبط زي ما انت فكرت، واحنا بنكتب هتلاقيك انت لاحظت بلند سيرف. فتيجي تبص تلاقي ان انت بلند سيرف، اجي اضغط من ده واضغط ده. فبدأنا نشكل اللفة اللي احنا عايزينها. ولازم ده يفضلوا في كلهم زي بعض، ونفس الكلام هنا اقول له اوكي. اجي لتاني حاجة اضغط من هنا، واجي اضغط من هنا. يبقى انا كده عملت حاجة غلط، انا ضغطت هنا في الجنب بس جيت هنا، لا انا المفروض اضغط هنا على واحد. فاضغط هنا كده، واجي هنا برضو، فتلاقيه ماشية مع، واجي هنا. تمام. تمام. طيب كده انا عملت الايه، عملت الحتة الأساسية أو المطلوبة بالنسبة لي، ألا وهي دي. طبعا أنا عايز أعمل ايزوليت سريعا كده، إن أنا عايز أخفي كل حاجة وآخد بس ده اللي مهم بالنسبة لي. أكبر. أول حاجة إحنا كده عملنا أول نقطة، ألا وهي إن أنا عملت الإيه، الهيكل الأساسي. ممكن بقى أنا ملاحظ إن الحتة اللي في النص دي صغيرة أصغر من كده، ودول اللي كبار، فأرجع بالراحة خالص. أجي هنا وأضغط سيلكت سكيل 1 دي، آسف كده، وأكبر ده قدام شوية، وأجي نفس الكلام هنا سكيل 1 دي وأكبر ده هنا شوية. وممكن امسك الشكل ككل واقوم جاي ايه، ضغطه كده. تمام. هيتفضل عندي ان انا جزء الازاز ده، ازاي اعمل جزء الازاز ده بقى؟ راح خالص. لو جيت تبص هتلاقي ان هنا الموضوع عادي خالص، او انت عندك اصلا ده جاهز موف. هعمل بس ده اكسبلود عشان انا مش محتاج اخد كل ده، او ممكن اعمل حاجة تانية. خلينا نعمل اكسبلود احسن، اعمل اكسبلود. واقوم وانا وهو ماسك كل الكيرفات اضغط كنترول، واقوم شايل ده، واقوم عامل جوين، واقوم عامل اوفست لجوه، واجي اضغط مثلا وليكن 10. فاعمل كده ايه، دي اول حاجه، اول حته. طيب بالنسبه للتاني اعمل ايه؟ انا عندي برضو نفس ده ونفس ده. طيب يبقى انا هاجي من هنا واجي اقول له ايه، دوت ايدج. ان انا عايزك لو انا عندي حواف، ايا كان شكل الحواف دي، سواء دي او دي او دي او دي، اي حاجه انا عايزها، عايزك تطلع لي من الحافه دي كيرف، بدل ما اقعد انا ارسم الكيرف واضغط على دي واضغط كنترول. واقوم جاي ماسك دي ضاغط على السهم ده واقول له سالب 10 عشان ينزل، وهنا بس هنا هقول له 10 عادي لانه طالع في اتجاهه عادي. واجي الناحيه التانيه من فوق هنا كده، واضغط دبليكيت ايدج برضو، واضغط من ده وارجع دي كده وليكن 10. واخد منها النسخه كمان واضغط الت و10. واقوم جاي عامل ايه، اعمل بالظبط اللي انت فكرت فيه دلوقتي، ان انا اعمل بقى بلند كيرف اللي احنا جربناه في الاول. واقوم جاي هنا ضغط على دي وضغط على دي. اجي ابص الاقي ان الكيرف بتاعي لجوه مش مهم، مفيش مشكله خالص. هقول لك تعالج النقطه دي ازاي، واجي اضغط هنا واجي هنا برضو، واقوم جاي ماسك دول. اجي بعد كده امسك الاتنين دول واقول له بول، اسحبهم شدهم على السيرفس بتاعي اللي هو ده، واقول له انتر. فاجي ابص الاقي ان هو فعلا سحبهم عليه. اقوم جاي ماسك كده اللي جوه ده واقول له ديليت، واقوم ماسك التاني برضو اللي جوه واقول له ديليت، ويبقى كده فاضل عندي الاتنين اللي بره اللي هم دول. وانا دول اللي محتاجهم اقول له انتر. بعد ما عملنا كده، احنا هنعمل ايه؟ هنعمل بقى حاجه صغيره خالص، وهي نقطه مهمه، نقطه السبليت. حاجه كده زي الترم، بس من غير ما نعمل ايه بقى، من غير ما نقطع، من غير ما نلغي خالص. فبعمل سبليت هنا وهنا، واضغط كليك يمين سيلكت. بمسك الاثنين دول معلش، اضغط شيفت وامسك ده واقول له كليك يمين عشان اكرر نفس الامر. بيقول لي سيلكت كاتنج اوبجكت، بيقول لي بقى ايه، اختار الحاجات اللي انت هتقطع بيها. فامسك دول اقول له كليك يمين، وبكده يبقى انا بقى عندي دول اعمل لهم جوين. وامسك كل ده بقى كل واحد لوحده، واقول له برضو جوين. واجي بقى بالراحه خالص، دي اول مره تستخدموا فيها لاير، اسيب مثلا الهيكل الاساسي بتاعي اللي هو ده. واجي هنا كده امسك دول، امسك ده بالراحه واقول له كلوز كيرف عشان يقفل لي الكيرف ده، واقول له بلانر سيرفيس. تمام. واجي هنا امسك ده تاني واعمل اوفست تاني لجوه 10 عشان امسك دي ودي واعمل ايه، واعمل لوفت، فكون من دول سيرفيس لوحدهم.
طيب وانت بتحاول تمسك هتلاقيه جايب لك اكتر من حاجه فوق بعض بالبامب كده، هو بيقول لك انت عايز انهي حاجه فيهم. فده الكيرف اللي احنا كنا عملناه عشان نكون او عشان نعمل الشكل ده. فاقول له ديليت. انا محتاج الكيرف المفتوح اللي هو عامل زي حرف يو مقلوب ده، او حرف سي مقلوب وده، واقول له لوفت. وامسك ده وده مع بعض واعمل لهم جوين، وامسك دول واعمل لهم جوين، يبقى ده الجلاس وده الموديل العادي. اجيب ده اضغط عليه كليك يمين وانا ماسكهم واقول له تشينج اوبجكت لاير، واجي للريندر مود احط ماتيريال من هنا، مش من اللون، من الدايره البيضاء اللي انت شفتوها دي. واجي مثلا هنا كده واقول له كليك يمين وازود الترانسبيرنسي شويه واعمل كده. كله بقى حته واحده، اقول له لا انا عايز ده على اللاير ده بس كده، بقى ده الازاز وده الايه وده الشكل ده. طب انا عندي بقى حاجه اخيره، ان انا عندي الخطوط دي ازاي اعملها وازاي كريتها. الاول حاجه هتلاحظ ان الشكل ده اصلا له سمك، ما هوش عامل زي الورقه كده. فانا بقى الاول بديله حاجه اسمها اوفست سيرف، بحوله لشكل له سمك. اقول له 20 مثلا، 20 كبيره قوي فممكن اقول له 5 بس. انا مفعل عندي الراوند الكورنر راوندد، فاقول له ماشي، وبتاكد ان السوليد دي يس عشان يكون مقفول. لان انت لو عملتها نو بص هتلاقيها عامله كده، هتلاقيه هو عمله بس مجوف، يعني ده سيرفس وده سيرفس. فانا لا، بقول له لا انا عايز ده كده اوفست سيرف، واقول له السوليد يس واقول له 5. واجي امسك دول واعمل حاجه اسمها كونتور، ان انا لو عندي اي شكل عايز اطلع من الشكل ده الخطوط بتاعته، بعمل حاجه اسمها كونتور. واجي اقف اقول له في اتجاهي ان انا هكون في الاتجاه ده، وعايز المسافه بين كل واحده وواحده مثلا، وليكن تعالوا نبدا ب 100. فاجي ابص الاقي ال 100 ده ال 100 ده شكل ال 100. طب لو قلت له مثلا كونتور 50، زود تفاصيل اكتر. طب لو قلت له كونتور 10 مثلا، فتبدأ الأمور تزيد بشكل دقيق أكتر. فأجي مثلا أنا هنا، أجي بقى أنا عارف كل مسافة دي 10 ودي 50 ودي 100. أجي الأول أقول له هنا ده دول كده، أقول له يا باشا اعمل لي اكسترود كيرف، وأقول له مثلا الاتجاه بتاعي. طب لو أنت مش عارف تعمل الحركة دي، تقوم جاي من التوب فيو تقول له اكسترود، وتقوم جاي قايل له دايركشن، وتقوم محدد اتجاهك ضغط شيفت عشان تفضل قائم، وتقول له 100. دي كده أول واحدة. بس شايف بقى الخلل في النقطة دي؟ ماشي. طب جيت هنا جربت ال50، اقول له اكسترود، اقول له 50، برضو نفس الكلام. طب لما اجي اقول له بقى اكسترود 10، اقول له اكسترود واقول له 10. فاجي ابص الاقي ان هو لا ده مظبوط. لحظة واحدة، اكسترود كيرف دايركشن، اضغط هنا كده وشيفت واقوم ايه سحب له واقول له 10. فتلاقي ان ده هو اكتر واحد فيهم مظبوط. اجي بقى هنا امسك ده، اجي هنا كده واجي بالراحة امسك ده، واقوم جاي عامل كوبي، ضغط كوبي، واقوم جاي من الريفرنس بتاعي هنا، واقوم واخده للريفرنس بتاعي مثلا المفروض هنا. طب انا جيت ابص لقيت الدنيا بايظه، يبقى انا كده الريفرنس بتاعي مكانه مش مظبوط، بسبب نقطه صغيره، نقطه ان انا ايه، ان انا عامل الحته اللي بره دي مستقله وهي في اتجاه الكونتور. فانا بالراحه خالص هاخد واحده كمان بره، اقول له كونتور كوبي قصدي اهو. تمام. واجي مثلا ممكن اخد نفس الايه نفس الفكره اللي انا عملتها هنا اكررها هناك تاني. اجي على الكيرف ده، اخده كوبي، اخده كوبي هنا اهو، واقوم جاي عامل له مثلا اوفست، واقول له 10، وامسك دول كده واقول له لوفت بس. وكده يبقى انا ايه قفلت الايه النقطه دي بس. وبكده يبقى احنا خلصنا الشكل بتاعنا. لو انا عايز احافظ عليه، اعمل بس امسك كده دي واقول له ايه تيرن تيبل، ويبدأ هو يتحرك بيها، وابدأ انا اقلل السرعة عشان اشوف الشكل بتاعي بيتحرك ازاي اهو. زي ما انتوا شايفين كده، ده الايه ده الشكل بتاعي. ولو انا جيت
مسكت دول كده حطيتهم فوق بعض عشان يبقى الشكل منطقي اكتر. قررت اهو. هتلاقي ان الدنيا ايه احسن. اجي هنا سيت فيو واقول له ايزومتريك، وابدا اخليه ايه يتحرك. ببدا اوريه الشكل بتاعي وهو بيتحرك كده بس. وان شاء الله اتمنى تكون دي حاجه كده كانت تجربه اوليه مفيده. هستنى اسئلتكم وهستنى الشغل بتاعكم ده، وان شاء الله اشوفكم في درس الفيلم.